اهلا بكم يا اصدقاء في قناة رزق الالكترونيات. النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض اصلاح فلوماك بتاع موتور المية، اي موتور بقى، موتور صيني واي موتور. ده كده الفلوماك بتاع الموتور، هنشوف هنصلحه ازاي. طبعا هنجربه دلوقتي ونشوف ونتأكد ان هو مش شغال معانا، وهنشوف هنصلحه ان شاء الله مع بعض. طيب الدخول، انا عندي دلوقتي روزيتتين، ادي روزيتا التانية، واحدة دخول واحدة خروج. طب انا هعرف منين الدخول والخروج؟ ما الاتنين زي بعض. هقول لحضرتك ان هنا فيه مكتوب هنا اهو ان وال واي اللي هي الارث. طبعا احنا هنا عندنا مفيش ارث، فطبعا المسمار بتاع الارث ده ملناش دعوه بيه. يبقى انا عندي ال والان اللي هما كهرباء ال 220 من هنا كده، ده دول كده الدخول، وده الخروج معايا اهو. برضو هنا فيه الاي اللي هي الارث. طبعا الارث دي برضو مش هتتصل معانا بحاجه، يبقى عندي الخروج ادي طرف ادي التاني، دول كده الخروج ودول كده الدخول معايا. تمام، دي كده اول حاجة عرفناها، الدخول والخروج. طيب انا عشان ابدأ دلوقتي اعرف العطل فين، اول حاجة دلوقتي هوصل على الدخول ده كابل 220. هنجيب كده كابل 220 اهو، هنركب الطرفين بتوعه هنا في ال والان اهو. كده احنا ركبنا يا اصدقاء ادي الكابل اهو. طيب في الخروج بقى هنركب ايه؟ طبعا احنا مش هنوصل على موتور ميه، احنا عايزين نجرب بس. فهنجيب معانا دواية زي دي كده اهي، هوصلها برضو في الخروج. طبعا ملناش دعوه بالارث، هوصلها في الخروج الطرفين بتوعها اهم، طرف هنا وطرف هنا. كده وصلت يا اصدقاء كده الدواية على اطراف الخروج. هنجيب بقى لمبة، هنعتبر طبعا ان اللمبة دي زي الموتور بيشتغل ب220، واللمبة دي بتشتغل برضو ب220 اهو بالشكل ده كده. وهنبدأ بقى. طبعا يفضل ان انا اجرب على سيريا عشان لو فيها مشكلة ما تبوظش معايا الكارتة. فهنجرب كده على سيريا اهو. سمعنا التلقيط بتاع الريليه كده، الريليه لقط معايا تمام، والليدات اشتغلت معايا، لكن اللمبة ما اشتغلتش معايا. وعندي لمبة السيريا هحاول اوريها لحضراتكم، مش منورة ولا اي مشكلة. يبقى كده انا عندي ادي لمبة السيريا اهي، يبقى كده انا ما عنديش مشكلة في الدايرة. طيب هنجرب بقى على 220، وهو اساسا ادام الريليه لقط معايا والليدات اشتغلت، يبقى كده مفيش شورت يعني ولا في حاجة. يبقى انا هجرب على ال 220 اهو، ادي مشترك الكهرباء. ايه اللي حصل؟ الريليه لقط، اللمبة كانت هتشتغل لكن ما اشتغلتش، يبقى احنا كده عندنا مشكلة في الدايرة. طيب هنعرف المشكلة دي ازاي؟ هفصل كده انا فصلت اهو. اول حاجة يا اصدقاء هقلع اللمبة كده بس عشان الدايرة تبقى خفيفة معانا. اول حاجة يا اصدقاء، وفي اي شغل وفي اي بوردة بتصلحها لازم تبص كده بالنظر، لان النظر ده مهم جدا ان انت تبص، لان انت ممكن تلاحظ اي حاجة بدل ما تقعد تفحص بالافوميتر وتوجع دماغك. بالنظر ممكن توصل للمشكلة. تمام، فاحنا دلوقتي كده هنبص بالنظر. طيب المكونات كلها كده قدامي سليمة، ما فيهاش اي مشكلة، ما فيش غير مشكلة واحدة بس. ايه هي بقى؟ لو هنبص كده على الريلي من هنا هنلاقي فيه صدى جوه وحاجات متفحمة وسودة كده يعني اهو. ده كده اسود اهو، وهنا برضو اسود اهو. طيب هنعمل ايه؟ في مشقبية اهي وفي مشقبية الناحية التانية. هنبدأ كده بنفك من هنا ومن هنا وبالراحة كده، ونطلع بالوش ده ونشوف مع بعض. طيب انا كده طلعت اهو. ايه بقى؟ شايفين يا حضرات؟ دي كده من الداخل اهي سودة. طيب
هنيجي بقى على الريشتين بتوع التلامس. ما هو دلوقتي لما الريليه بيلقط معاك الريشتين دول بيوصلوا ببعض، تمام. عندي شايفين هنا كده فيه صدى ومتآكلين ازاي وسود، يعني لونهم اسود اهو. وفي حاجات كمان نزلت على البوردة اهي اللي حضراتكم شايفينه ده كده، ده كده من الريلي. يبقى احنا قبل ما نفحص وقبل ما نعمل اي حاجة لازم نبص بالنظر. طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ كده الريلي صوته بيلقط معايا. طيب يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا كده الملف بتاعه تمام وهو بيلقط معايا. يبقى انا ممكن يبقى المشكلة عندي في ريشتين التلامس دول، تمام، او الاتنين قبلتين دول لما بيلمسوا ببعض ممكن يكون ما بيوصلوش عشان الصدى والسواد اللي فيهم ده. فاحنا هنجيب دلوقتي يا اما قطعة سلك بتاع الاواني او المواعين ده، يا اما صنفرة ناعمة، ونبدأ نزيل اي صدى واي بقايا سودا او اي حاجة عليهم، وهنشوف مع بعض. جبت صنفرة ناعمة اهي يا اصدقاء، وهنبدأ نطويها كده، وهنبدأ طبعا بالراحة خالص، ونبدأ بقى نزيل الصدى ده بالشكل ده كده اهو، بالراحة خالص كده، عشان طبعا ايه ما ناكلش زيادة في الاتنين قبلتين او الرشتين دول، تمام. من الجنب ده، وهقلب الصنفرة من الجنب الاخر اهو بالشكل ده كده. بعد ما صنفرت الابلتينات يا اصدقاء بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده، وزلت معظم الصدى والسواد، هنبدأ كده بقى نجيب اللمبة بتاعتنا ونجرب كده ونشوف اهو بالشكل ده. وادي المشترك بتاعنا اهو، هنوصل كده. ايه اللي حصل؟ نفس الكلام برضو هو تمام. طيب احنا هنعمل حركة صغيرة كده ونشوف برضو عشان نعرف هل من الريليه ولا في حاجة تاني. هنعمل ايه؟ هي الابلتينات بتعمل ايه؟ بتوصل الطرف ده بالطرف ده. طب احنا هنيجي بنفك عادة كده ونلمس الطرفين دول ببعض كده. ايه اللي حصل؟ اللمبة نورت اهي. يبقى اذا كده احنا اتأكدنا 100% ان المشكلة في الريليه ده، تمام كده يا اصدقاء. فكده احنا هنشوف هنعمل ايه دلوقتي في الابلاتينات دي. نفصل الكهرباء كده. هنعمل ايه؟ احنا كده صنفرنا، هنصنفر تاني. احنا كده هنصنفر تاني ونشوف مع بعض اهو كده. ده من هنا صنفرة ومن هنا صنفرة عشان الاتنين مع بعض، مع اني صنفرت كتير بس هنصنفر تاني اهو عشان نتأكد ان احنا زلنا اي صدى واي سواد في الابلاتينات اهو كده. احنا صنفرنا تمام. هنبدأ بقى كده نوصل تاني اهو. ايه اللي حصل؟ برضو مفيش اي جديد. طيب احنا هنعمل حركة بقى دلوقتي يا اصدقاء. هنعمل ايه؟ انا عندي لما بوصل، لو هنلاحظ كده هقرب لحضراتكم الكاميرا، عندي الطرف ده هو المتحرك وده الثابت، يعني ده ثابت وده متحرك هو اللي بيروح له عشان يلمس فيه. شوف اول ما اوصل الكهرباء كده اهو هو اللي راح له، تمام. يبقى احنا هنيجي في الطرف الثابت ده ونقصعه سنة بالمفك. يعني هاجي في الطرف الثابت ده كده اهو اهو، وهاجي من تحت كده وهاجي اقصعه سنة عشان يقرب معانا بالمفك كده من تحت سنة كده، عشان ايه؟ يقرب معانا شوية. تمام كده يا اصدقاء. كده احنا قربناه سنة، تمام.
هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ كده ما علينا الا اللي احنا نجرب. هرجع الكاميرا شوية. هنجرب بقى كده يا اصدقاء. بعد ما قربنا الابلاتين الثابت ده شوية، هنوصل كده ادي المشترك اهو، وهنوصل كده. ايه اللي حصل؟ كده اشتغلت معانا اهي. هفصل، اوصل تاني، اشتغلت معانا. افصل، هوصل، اشتغلت معانا. يبقى احنا كده قدرنا كده نحل المشكلة، والمشكلة كانت في الريلي ده. يبقى احنا كده بعد ما شلنا الصدى كله برضو ما اشتغلش، يبقى الابلتين ما كانش ملمس كويس. هو كان ملمس بس مش كويس. فاحنا قربنا الابلتين الثابت ده بالمتحرك ولمس معانا وكده اشتغلت معانا. دي بتشتغل ب 220 والموتور بيشتغل ب 220. يبقى احنا كده قدرنا نحل المشكلة دي. كده كانت طريقة اصلاح الفلوماك بتاع الموتور المية. طيب في الغالب ايه اللي بيحصل في الدايرة دي؟ يا الريليه يا المكثف. تمام، دول في الغالب هما اللي بيبوظوا معايا. طيب دي اشهر الاعطال في الفلوماك. بس كده يا حضرات، كده احنا عرفنا نصلح فلوماك موتور المية. لو استفدت من الفيديو بمعلومة بسيطة، يا ريت تدعمني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد وبكل فيديوهاتنا الحصرية. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد.